السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناة دكتور شيف. لو اول مرة تشوفوا فيديوهاتي اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وصفتنا النهاردة هي اسرع واسهل كيكة ممكن تعمليها في دقيقة واحدة. انا بسميها كيكة الازمات. لو جالك ضيوف ممكن تجهزيها في دقيقة واحدة، وبتاخد من 10 دقايق ل15 دقيقة في فرن البوتاجاز، يعني مش بتاخد وقت خالص ولا اي مجهود، وبتطلع هشة جميلة جدا زي اي كيكة عادية. يلا نشوف وصفة النهاردة بتتعمل ازاي. بجيب اي كوباية شاي بس تكون سميكة شوية تتحمل درجة الحرارة. بحط فيها معلقة صغيرة من السكر ورشة ملح، ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة من الكاكاو. وانت بتقدري تتحكمي في درجة لون الكيكة من كمية الكاكاو اللي بتحطيها، ونقلبهم كويس مع بعض زي ما انتوا شايفين. وبحط معلقة صغيرة من الزيت ومعلقة صغيرة من الخل، وده السر اللي بيخلي الكيكة هشة مع البيكنج باودر. وبعدين بحط معلقتين ونص كبار من الدقيق، وبعدين بنزل ب3 معالق كبار من المية زي ما انتوا شايفين كده. وممكن تحطي لبن لو متوفر عندك بدل المية، ونقلبهم كويس مع بعض. لو لقيتيها لسه محتاجة مية ممكن تضيفي تاني او لبن عادي، ونقلبهم كويس. وده القوام المطلوب، وكده الكيكة بقت جاهزة. هعمل نفس الكيكة تاني بس في اكياس بايركس. هحط معلقة صغيرة من السكر ورشة ملح، نص معلقة صغيرة كاكاو، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، ونقلبهم مع بعض زي ما انتوا شايفين. وبعدين انزل بمعلقة صغيرة من الزيت ومعلقة صغيرة من الخل ومعلقتين ونص كبار من الدقيق و3 معالق كبار من المية او اللبن لو متوفر عندك، ونقلبهم كويس مع بعض، ونزود مية او لبن لو لسه محتاجة. وده القوام المطلوب، وكده بقت جاهزة معايا. ودلوقتي هكررها لتالت مرة بس في كوباية ورق من بتاعة القهوة. هحط معلقة صغيرة من السكر ورشة ملح ونص معلقة من البيكنج باودر ونص معلقة من الكاكاو، وهقلبهم كويس مع بعض زي ما انتوا شايفين. ومعلقة صغيرة من الزيت ومعلقة صغيرة من الخل، ونقلبهم كويس مع بعض زي ما انتوا شايفين. وبعدين احط 3 معالق ونص كبار من الدقيق. بعدين احط 3 معالق كبار من المية او اللبن، ونقلبهم كويس مع بعض زي ما انتوا شايفين. واضيف مية تاني او لبن لو انا احتجت. وده القوام المطلوب، وكده بقت جاهزة معايا. وده شكلها بعد ما استوت. ما شاء الله جميلة وطرية ازاي وهشة قوي. بنجيب خلة وندخلها فيها، ولو طلعت نضيفة زي ما انتوا شايفين كده يبقى كده استوت خلاص معايا. وزينيها بقى زي ما انت ما تحبي. انا هحط نوتيلا على وشها، وبعدين هحط عليها فورماس الالوان. انت ممكن تزينها بكريمة، بمربى، باي حاجة موجودة عندك. التزيين دوت حسب ذوقك انتي. وبعدين هحط رشة من جوز الهند على الوش. وده الشكل النهائي ليها. لو عجبتكم وصفتي اشتركوا في القناة واعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي.